السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من الهبيده. الفتره الاخيره في سؤال بيراود الكل، انصار رونالدو وانصار ميسي، مين فيهم احسن لاعب في العالم؟ طبعا انصار رونالدو بيقولوا رونالدو هو احسن لاعب في العالم واحسن لاعب في التاريخ، وانصار ميسي بيقولوا نفس الكلام. احنا هنجاوب على السؤال دوت وهنشوف مين فيهم هو فعلا احسن لاعب في العالم ومين احسن لاعب في التاريخ. يلا بينا نجاوب على السؤال. بالنسبه لميسي ورونالدو هما اتنين لعيبه من احسن اللعيبه اللي جم في تاريخ كره القدم. مش هنقدر نقول على لعيب معين ان هو احسن لاعب في تاريخ كره القدم، حتى ليو ميسي بعد تحقيقه لقب كاس العالم وبعد فوزه ب7 مرات الكره الذهبيه وحقق كل حاجه في تاريخ اللعبه، لكن انا ما اقدرش اقول عليه ان هو احسن لاعب في تاريخ اللعبه. قفل اللعبه وحقق البطولات كلها ومفيش اي بطوله ثانيه ممكن يحققها، خلاص هو الراجل خلص كل حاجه. فاز بدوري الابطال، فاز بالدوري الفرنسي، فاز بالدوري الاسباني، فاز بكاس اسبانيا، خد الكوبا مع الارجنتين وخد معاهم كاس العالم. طيب هل هو نقول عليه احسن لاعب في العالم او احسن لاعب في تاريخ اللعبه؟ احنا ما نقدرش نقول كده، واحنا في اجيال تانية في حقب تانية زمان مثلا عشرة بيليه، شافت مارادونا، شافوا زين الدين زيدان، شافوا لاعيبه كتير وقالوا عليها ان هي احسن لاعيبه في العالم واحسن لاعيبه في تاريخ اللعبه. ثم بعد كده جه ميسي ورونالدو اللي احنا دلوقتي بنقارن ما بينهم. في الناس كلها نسيت المتعه اللي احنا شفناها طوال ال 15 سنه او ال 20 سنه اللي فاتوا من اللاعبين دول، اذا كان رونالدو ولا ميسي. احنا شفنا منهم ماتشات رائعه، شفنا منهم مستويات فوق الخيال، شفنا منهم بيحققوا القاب تاريخيه، شفنا رونالدو اللي بيحقق 3 دوري ابطال ورا بعض، شفنا ميسي وهو بيسجل اكتر من 90 هدف في الموسم، شفنا منهم حقيقي مستويات رائعه استمتعنا بيهم. انا حاجه اللي بصارح بيها الناس ان انا من عشاق كريستيانو رونالدو، ومش زعلان ان ميسي حقق لقب كاس العالم، لا انا فرحان جدا ان واحد اسطوره زي ليو ميسي قدر ان هو يحقق لقب كاس العالم وحقق كل الالقاب الممكنه. انا بشايفه ان هو واحد من افضل اللاعبين في تاريخ اللعبه، وبقدرش اقول برضو ان كريستيانو ده مش من افضل اللعيبه، لا كريستيانو برضو واحد من افضل اللاعبين في تاريخ اللعبه بالنسبه لي. انا شايف بيليه، شايف مارادونا، شايف زين الدين زيدان، شايف ميسي، شايف كمان كريستيانو رونالدو. دول 5 لعيبه احنا استمتعنا بيهم وشفنا، حتى لو احنا ما عصرناش الجيل اللي فاتت، لا احنا شفنا فيديوهات ليهم، شفنا قد ايه الناس الكبيره كانوا بيتكلموا على اللعيبه دي، شفنا رونالدينهو نبغة كرة القدم، شفنا رونالدو الظاهرة مع البرازيل في كاس عالم 2002 بعد اصابته بالصليبي واصابه الركبه اللي ابعدته سنه، قدر ان هو يرجع تاني ويعمل مستويات رائعه بعد كده. ما نقدرش نقول على لاعب من كل اللعيبه دي ان هو احسن واحد منهم كلهم، لا هم كلهم كويسين. خطوه رونالدو ان هو يسيب اوروبا ويرجع ويروح للشرق الاوسط للنصر السعودي يمضي معاه 2 سنين، هو في بند في عقده بيقول ان لو نيوكاسل قدر يحقق مركز مؤهل لدوري الابطال هيتم اعارته انه نيوكاسل. بس انا ما عنديش اي مشكله من ده، انا شايف ان قرار كريستيانو بان هو يلعب في النصر السعودي ده احسن قرار ياخده من بعد ما خرج من ريال مدريد. من بعد ما خرج من ريال مدريد في 2018 ورونالدو خد شويه قرارات كده ما كانتش في صالحه وما كانتش صح، لكن احسن قرار خده ان هو يروح للنصر السعودي. ميسي القرار اللي خده ان هو يسيب برشلونه هو مجبر عليه، هو ما كانش عنده اختيار، حريه الاختيار، لا هو كان مجبر ان هو يسيب برشلونه وياخد خطوه ان هو يطلع من كاتالونيا كلها ويروح لباريس سان جيرمان. مضى معاهم 2 سنين وعنده خيار ان هو يجدد سنه ثالثه، وبعد كده ممكن هيطلع على امريكا ما اعرفش، او ممكن نشوفه ليو ميسي تاني بقميص برشلونه ان هو يعتزل في النادي اللي هو اظهره للعالم كله. ده ما فيش حاجه بعيده، خصوصا ان الدنيا في برشلونه مش ولا بد الفتره ديت، خصوصا من بعد العوده لكاس العالم وتشافي عامل شويه قرارات كده غلط، وانا اعتقد ان تشافي هيتم اقالته قريب جدا، مش هيكمل مع برشلونه، مش هيكمل المشروع اللي هو ابتداه مع برشلونه من السنه اللي فاتت، مش هيكمل. ميسي ورونالدو هم مش محتاجين يثبتوا اي حاجه ثانيه لحد، هم اللاعبين وصلوا لقمه عطائهم ووصلوا لقمه الجبل، وهم كده خلاص يعني بالنسبه ليهم الحقبه بتاعتهم بتنتهي. اتشاركوا
منصات التتويج وتشاركوا المنافسه بينهم هما الاثنين، خصوصا ان هما كانوا بيلعبوا في الاثنين في دوري واحد، كانت المنافسه بينهم قويه، واحد بيلعب في ريال مدريد واحد بيلعب في برشلونه، وكنا بنستنى الكلاسيكو ده عشان نشوف اللاعبين هيعملوا ايه او هيقدموا ايه. كريستيانو تقريبا هو هداف كره القدم، عدى طبعا رقم بيليه اللي هو في الرسمي، انما بيليه واصل ل 1000 وشويه في بالوديات اللي هو لعبها، لكن احنا لو هنتكلم في رسمي لا، هو كريستيانو هو هداف كره القدم. كريستيانو محقق ارقام قياسيه كبيره جدا، خصوصا هو هداف دوري الابطال، هداف طبعا ريال مدريد التاريخي، هداف المنتخبات، هو هداف البرتغال وهداف البرتغالات عامه. المنتخبات هو كريستيانو هو اللي محقق اعلى رقم، كسر رقم علي دائي، وهو دلوقتي بقى يعني هو عايز اقول لكم ان هو بقى على قمه الهرم اللي اي حد نفسه يوصل لمستوى كريستيانو ونفسه يوصل لمستوى ميسي. انا شايف ان الفتره اللي جايه هنشوفه منافسه ما بين امبابي وهالاند، لكن هل هيكونوا على نفس الجوده اللي كان عليها ميسي ورونالدو؟ ده اللي احنا هنشوفه بعد كده. لكن انا شايف حقيقي ان كل الناس اللي بتتخانق وتقول لا رونالدو احسن، والناس اللي بتتخانق بتقول لا ميسي افضل، لا الناس دي ده غلط اللي احنا بنعملوه. ان الاثنين قدموا كل شيء في الكوره وقدموا لنا كل حاجه استمتعنا بيها، ما ينفعش ان احنا نقول على الثاني احسن من الثاني. فاللي انا عايز اقوله لكم ان ميسي رغم اللي هو حققه ده انجاز، واللي كريستيانو حققه ده انجاز، ما ينفعش ننكر مجهود اي حد منهم. اتمنى طبعا ان احنا نشوف منافسه بين الاثنين لعيبه تاني يرجعوا لنا امجاد كريستيانو، يرجعوا لنا امجاد ميسي، الاثنين قصاد بعض. اتمنى ان انا اشوف ده، وانا شايف ان اقرب اثنين لده هو امبابي وهالاند، خصوصا ان هالاند عامل موسم اسطوري، وامبابي طبعا باللي عمله خلاص امبابي فاضل له حوالي 6 اهداف او 7 اهداف ويبقى هداف فرنسا او هداف كاس العالم عامه. ده اللي احنا مستنيينه منهم، وامبابي لسه قدامه بالميت 3 كاس عالم تانيين، فممكن نشوفوه يفوز ب2 كاس عالم تانيين ويحقق رقم بيليه اللي هو اكتر لاعب فاز بكاس العالم في التاريخ، هو بيليه حقق 3 القاب. هل ممكن نشوف امبابي نفس الكلام؟ يمكن هالاند فرصته اقل من ان هو يفوز بكاس العالم، خصوصا ان هو بيلعب مع منتخب النرويج اللي هو مش معروف او اللي هو ملهوش انجازات تذكر في عالم كره القدم، لكن احنا ممكن نشوفه هالاند في انجازاته مع السيتي او اي نادي تاني هو هيروح له. واعتقد ان هالاند فرصته كبيره عن امبابي ان هو يروح ريال مدريد، خصوصا ان ريال مدريد قفل باب امبابي دوت ومش مستعدين ان هم يفتحوه حاليا، ممكن يتفتح فيما بعد لو هو قدر يضغط على اداره باريس. لكن يعني انا شايف ان ميسي ورونالدو هنشوفهم مره تاني في امبابي وهالاند، خصوصا ان يعني الاثنين المقارنه بينهم هتكون ظالمه، ان يعني احنا نقارن اثنين زي دول باثنين لسه بيبداوا مشوارهم الكروي. لكن انا استمتعت جدا وكنت فعلا بتشرف ان انا كنت بتفرج على ماتشات ميسي ورونالدو، رغم ان انا ما كنتش بشجع ميسي، ان انا كنت بتفرج على ماتشاته وكنت بستمتع باللي هو بيقدمه، وكنت بتفرج على كريستيانو وخصوصا اداؤه مع ريال مدريد في الفتره ما بين 2016 و2017 و2018 لما كان في اداؤه في مستوى خيالي جدا، ما كانش حد يتوقع ان هو يوصل لكده، خصوصا ان هو كان في الناحيه الثانيه برشلونه كان موجود الام اس ان اللي هو سواريز ونيمار وميسي، كانوا عاملين ثلاثي رائع، والناحيه الثانيه كان رونالدو تقريبا بيحارب لوحده، لانه كان معاه جاريث بيل وكان معاه كريم بنزيما، الاثنين كانوا بيقدموا مستويات سيئه جدا، وكانوا في الوقت دوت رونالدو هو اللي شايل الفريق. من بعد ما ساب ريال مدريد احنا ما شفناش رونالدو في اي حاجه كبيره او بيقدم انجاز كبير، غير طبعا من بعد بطوله اليورو و3 دوري ابطال اللي حققهم مع ريال مدريد. بعد كده كل القرارات اللي اخذها كريستيانو رونالدو كانت قرارات سيئه جدا، حتى لما قرر ان هو يسيب يوفنتوس ويروح لمانشستر يونايتد كان قرار كان سيء جدا اخذه رونالدو، خصوصا ان كان مانشستر يونايتد وما زال ان هو بيقدم ضحك غير طبيعي على مستوى الانتقالات وعلى مستوى الاداء اللي بيقدموه في الملعب، على مستوى المدربين مع اول حاجه سولشاير، وبعد كده دلوقتي مسك تين هاج بيحاول ان هو دلوقتي ياخد الطفره لبعيد. لكن قبل كده كان كريستيانو خد القرار الغلط ان هو يروح او يرجع لمانشستر يونايتد، كان ممكن يرجع او يخليه في اليوفنتوس ويحقق بعد كده ان هو يروح لفريق سبورتنج لشبونه لناديه اللي طلعه،
او اللي برز معاه بشكل كبير جدا واللي اظهره للعالم زي ما برشلونه اظهر ليو ميسي، كان سبورتنج لشبونه هو اللي بين كريستيانو رونالدو للعالم. وبعد كده من بعد سبورتنج لشبونه راح يلعب في مانشستر يونايتد. هو كان متوقع ان هو هيلاقي دعم كبير جدا من الاداره ومن الجمهور، لكن الاداره خذلته، وحتى زملائه القدامى في مانشستر يونايتد واولهم واين روني خذلوه تماما. فالقرار اللي هو خده دلوقتي ان هو يروح لنادي النصر السعودي ده كان قرار صح جدا، وهو بيثبت للعالم كله ان هو خلاص بيعتزل تماما الكره الاحترافيه، وبيبتدي بقى يشوف حاجه جديده او مستويات ثانيه يروح يلعب فيها مثلا قدامه منه سنه ولا اتنين، وتقريبا خلاص الاسطوره زي كريستيانو رونالدو انا بالنسبه لي هو اعتزل الكوره، لان انا مش مستني منه حاجه في السعوديه، لان مفيش اي انجاز هو ممكن يحققه في السعوديه، لان هو خلاص هو حقق كل حاجه احنا عايزينها في اوروبا. هو رايح السعوديه، هو رايح معنى الاصح كده رايح يتدلع، وزي ما الناس بتقول رايح ياكل كبسه. لكن انا خلاص بالنسبه لي رونالدو هو اعتزل كره القدم. اما ليو ميسي فانا مش شايف ليو ميسي ان هو في حاجه ثانيه ممكن يقدمها، وكل اللي هيلعبوا بعد كده مفيش حاجه ثانيه انا مستنيها منه. حتى باريس دلوقتي بيلعبوا من غيره بشكل كويس جدا، معاهم مبابي ومعاهم نيمار، لكن ميسي ورونالدو انا بالنسبه لي انا بتعامل معاهم لان هم اعتزلوا كره القدم. ميسي من بعد ما فاز بكاس العالم، وخصوصا كمان من بعد ما ساب برشلونه، ورونالدو من ساعه ما خد القرار اللي هو خده من كام يوم ده بتعاقده مع النادي النصر السعودي. بس كده هو ده اجابه السؤال. عايزين بقى تعرفوا مين احسن لاعب في تاريخ اللعبه؟ برضو انا لغايه دلوقتي مش هقول مين احسن لاعب، لان انا شايف من وجهه نظري ان كان في لعيبه ياما جدا على مستوى كره القدم تستحق هذا اللقب، لان هم قدموا مستويات عاليه جدا ورائعه جدا. ممكن نقولوا ميسي عشان قفل اللعبه وخد كل البطولات الممكنه، ممكن نقولوا رونالدو بالارقام القياسيه اللي حققها وتحقيقه ل5 دوري ابطال اوروبا، وخد احسن لاعب في اللعبه او احسن لاعب كره ذهبيه خدها 5 مرات. لكن مش هقدر اقول مين احسن لاعب، لان انا شفت رونالدينيو، شفت رونالدو، شفت زين الدين زيدان، شفت طبعا كريستيانو، شفت ليو ميسي. انا استمتعت بيهم كلهم، وكلهم طبعا قدموا لنا مستويات رائعه وقدموا لنا كره حلوه. لكن انا مش هقدر اقول، انا سايب لكم السؤال ليكم انتوا، مين احسن لاعب في تاريخ كره القدم. بس كده، وهنا بتنتهي حلقتنا. نشوفكم في حلقات جايه ان شاء الله. في حلقات جايه، الحلقه الجايه هنتكلم فيها عن الدوري الانجليزي بشكل عام، استنونا. السلام عليكم.